ازاي قدرت ان انا اخس 80 كيلو من غير ما اعمل عمليات ومن غير ما اخد ادويه تخسيس؟ وازاي قدرت ان انا احافظ على جسمي طول السنين اللي فاتت دي وما ارجعش ازيد تاني؟ وازاي قدرت ان انا اقلل الترهلات من غير عمليات؟ انا حسن قعود، اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو من وزنه وساعد ناس كتير قوي ان هي تخس، وعامل سلسله الفيديوهات دي على اليوتيوب عشان ان شاء الله ايا ما كان انت عايز تخس وزن قد ايه هعلمك، بس بشكل قصصي كده لذيذ. هحكي لك حكايتي ودايما هيبقى فيها زي دروس مستفاده. مجرد انك تخلص الفيديوهات دي هتعرف تخس وبشكل صحي، وكمان اهم نقطه هتعرف تستمر عليها. نيجي لاول حاجه، انا ازاي اصلا وصلت للرقم ده؟ ازاي بقيت 174 كيلو؟ زمان يا جماعه لما كنت بشوف اي حد على اليوتيوب بتفرج على فيديو ليه كان دايما يقول لك سبسكرايب فولو مش عارف ايه وبتاع. الصراحه كنت بقلل الفيديو اصلا وما كنتش ولا بعمل فولو ولا لايك ولا اي حاجه، بس بجد طلع الموضوع مهم. فيا ريت ان انتوا تعملوا فولو وتعملوا سبسكرايب علشان ده مهم قوي ان انا اكمل السيريز دي، وان انا يعني ان شاء الله نوصل في الاخر ان احنا نعرف نعمل لنفسنا بلان صحيه نكمل عليها بقيه حياتنا. لان انا في الفيديوهات دي هديكوا خلاصه 12 سنه، سواء في رحلتي الشخصيه او في الكورسات اللي انا خدتها او من الخبرات والحاجات اللي اتعلمتها وانا بساعد مئات الناس ان هي تخس. فمن الاخر دي هتبقى الخلاصه فعلا. عشان اعرف اكمل معلش سبسكرايب بقى وفولو ولايك والكلام ده كله. نخش في الموضوع على طول. انا اصلا مولود اوفر ويت، انا اللي هو الطفل المقلبز اللذيذ ده، تمام؟ بحب الاكل. الموضوع قعد يتصاعد معايا بس اكيد ما كنتش اللي هو اوفر ويت قوي. فده لو هيعلمنا حاجه هيعلمنا ان مفيش حاجه بتيجي مره واحده، لازم تتراك نفسك، لانك مش هتصحى من النوم فجاه تلاقي نفسك زايد 70 80 كيلو، لا، كل شويه البقره بتقعد ترول منك كده. فالكلام ده لاي حد صغير او للاهالي، لازم تتابعوا اولادكم لان الموضوع مش هيجي في يوم وليله. يعني انتوا مش هتصحوا تلاقيه بقى اوفر ويت او بقى بيعاني من مشاكل صحيه ليها علاقه بالدايت. هو الموضوع بيجي سنه سنه، فغالبا ولا الشخص بياخد باله ولا الاهل بيقدروا ان هم ياخدوا بالهم بشكل كبير. هكمل لكم الحكايه. انا بقى كنت بحب الاكل وبتاع، بس برضه كنت بحب الرياضه لان بابايا كان رياضي جدا. هو كان لعيب كوره جامد، وكان يروح يلف التراك، وكان بيلعب كمان اجسام وهو صغير وبيرفع اثقال، فكان جامد. وهنا تاني درس نتعلمه، انت مهما كنت بتمارس رياضه او بتحبها ومش مظبط اكلك زيي فانت هتزيد في الوزن. فانا كنت بروح الف التراك واروح العب كوره وكل الكلام ده وانا صغير، بس برضه بزيد في الوزن بشكل كبير جدا. فده اكبر دليل ان الرياضه لوحدها مش هتظبط لك وزنك، لازم اكلك كمان يكون متظبط. انا اول ما دخلت المدرسه وانا عندي 7 8 سنين كده كنت الطفل اللي بيخلص سندوتشاته قبل الحصه الاولى ما تخلص. انا حرفيا بدون مبالغه كنت بمد ايدي في الشنطه كده واقطم حته بايدي عشان اكلها من غير ما المدرس ياخد باله. كنت مهووس وبحب الاكل بشكل مش طبيعي وما عنديش كنترول. انا شامم ريحه الاكل هاكل. وللاسف الشديد انا ما كنتش بحب الجبن ولا بحب البيض والبيض لو برد ما كنتش باكله وكده. فكنت بعتمد دايما في فطاري على البرجر والسوسيس والحاجات المصنعه. وده تالت درس مستفاد، ان انت الاكل المصنع والاكل اللي زي ده للاطفال بالذات بيعلي عندهم جدا حته ان انت نفسك بتتفتح، بيديهم كالوريز بس ما فيهاش اي عناصر غذائيه مفيده. فللاسف قعدت كده فتره طويله جدا. فناخد بالنا كويس قوي احنا بنعمل ايه لاولادنا وهم رايحين المدرسه. اعتقد كده ان انا على 10 11 سنه ما بقتش بقى الطفل المقلبز، لا، بقيت فعلا اوفر ويت. يعني انا اتذكر ان انا في الوقت ده كنت 90 او 100 كيلو. فانت متخيل واحد عنده 10 سنين 100 كيلو؟ ده رقم كبير جدا على سني. والدتي الله يرحمها ابتدت تشوف ان انا لازم اخد خطوه، او ان احنا لازم ناخد خطوه تجاه ان انا اخس، وان الموضوع بقى كبير. فساعتها ودتني لدكتور قال لي انت عندك مقاومه انسولين، انت الموضوع هيأثر عليك جدا، انت. فانتوا متخيلين واحد عنده 10 سنين 100 كيلو مهدد انه يجيله السكر، اوفر ويت، موضوع صعب جدا. فساعتها قال لك احنا هنمشي بنظام السعرات. فاداني ورقه مثلا قال لي اليوسفنديه فيها 100 سعر مش عارف ايه، فانت تاخد 1500 سعر. مشيت 3 4 ايام وما قدرتش ان انا اكمل ووقعت. وبالرغم ان والدتي حاولت جدا باللين وبالشده لدرجه ان هي فكرت ان هي تقفل المطبخ بالمفتاح، حاولت كتير جدا، بس صعب جدا انك تقنع طفل بمصلحته. يعني ده رابع درس لازم نبقى عارفينه عشان لو في حد من الاهالي بيتفرج على الفيديو ده. انت ما ينفعش ان انت تقنع طفل ان دي مصلحتك، ما ينفعش تقنع طفل انه يبقى عنده وعي كفايه.
فانا طبعا ما كانش عندي الوعي الكفايه، فما قدرتش اعمل كنترول، خصوصا ان الدايت كان صعب بالنسبه لي. المهم انا والدتي الله يرحمها كانت بتدفع كتير جدا، فكانت بتخش المستشفيات فترات طويله، فطبعا الفترات دي كانت بتفتح مني جدا. كنا بناكل من بره كتير، فاست فود بقى، وايام بقى كوك دور ومش عارف ايه وبيتزات فكنا بناكل من بره كتير جدا. فطبعا ده ساعد جدا ان انا ازيد في الوزن. فكانت دايما طول ما هي في المستشفى انا الدنيا بايظه مني. لما بتيجي كان بيبقى الموضوع بيبقى فيه كنترول شويه، بس زي ما يكون كطفل اللي هو كنت باكل كتير قوي الفتره اللي هي فيها في المستشفى دي، عشان عارف ان انا مش هاكل لما هي تبقى موجوده بشكل كويس. وده برضو لان زمان ما كانش فيه وعي قوي عند الاهالي بازاي التعامل في حاجه زي كده. فالمهم بسبب ان انا بروح واجي، وان والدتي شويه تبقى قادره تركز وشويه بتتعب، فوصلت ان انا بقيت 120 كيلو وانا عندي 12 سنه بس. فارقام ضخمه، يعني ارقام ضخمه جدا. المهم ان احنا خدنا الخطوه الثانيه. طب ايه هي بقى الخطوه الثانيه؟ والدتي شافت ان احنا لازم نشترك في نادي. احنا ساعتها ما كناش مشتركين في نادي، فشافت ان احنا لازم نشترك في نادي علشان يبتدي تبقى الرياضه فيها تركيز اكتر، ما يبقاش الموضوع عشوائي او في المدرسه بس، لا نبتدي ان احنا نلعب كذا لعبه، نتعود على الروتين ده. ساعتها يعني على فكره انك تشترك في نادي زمان برضو ما كانش سهل. انا اتذكر يعني ان الرقم كان تقريبا 25000 جنيه. 25000 جنيه ده من 20 سنه، ده رقم ضخم جدا. يعني ال 20 ولا ال 25000 جنيه دول، شوف الدولار ساعتها كان ب 3 جنيه 75 قرش. يعني اعتقد ان هو بما يوازي دلوقتي ربع مليون جنيه، اكتر من ربع، والله اكتر بكتير يعني، بس قول ربع مليون جنيه. فطبعا مش اللي هو الرقم هيطلعوه، يعني اللي هو انا كنت من اسره متوسطه فمش هو يقولوا يلا ربع مليون جنيه عشان نشترك في النادي. وهنا والدتي عملت حاجه عمري ما انساها، والواحد ما فهمهاش الا لما كبر، وما فهمش فعلا معنى التضحيات الا لما كبر. هحكي لكم في الفيديو الجاي ازاي اشتركنا في النادي، وازاي بقيت بروح النادي، وازاي بقيت بتمرن، ووالدتي عملت ايه علشان اقدر ان انا اخش النادي. ووصلنا لفقره الكود، وان الحقيقه ان فقره الكود دي انا سارقها من احمد ابو زيد، احسن يوتيوبر في مصر. بس انا هعمل اختلاف برضه عشان تبقى في حاجه بتاعتي انا، ان هي تبقى انا اللي مالفها، وهتبقى ريليتد للرحله. والكود بيقول انك تخس قرار ووعي، ومفيش طفل عنده القرار ولا عنده الوعي، فبالراحه شويه على اولادكم. طب والله بقول جمل حلوه. شكرا لو وصلت لحد اخر الفيديو، وان شاء الله الحلقه الثانيه هكمل لكم الرحله.